في ليلة كان فيها القمر كامل ومخيف، اتغيرت حياة سكوت للأبد لما تعض من ذئب، ومن اللحظة دي ما بقاش مجرد طالب عادي، لأن الذئب اللي عضه ما كانش أي ذئب، ده كان الألفا، وكان عايز سكوت ينضم لجماعته ويبقى واحد من قطيعه. المشكلة الكبيرة بقى إن سكوت وقع في حب واحدة اسمها أليسون، بنت زي القمر وشكلها ملاك، بس عيلتها صيادين محترفين، شغلتهم يقتلوا المستذئبين. يعني باختصار هو بيحب واحدة لو أبوها عرف هيصطاده ويقتله بكل سهولة. فتخيلوا بقى الحب المستحيل اللي هو عايش فيه، والحرب اللي قايمة بين نوعين، البشر اللي بيصطادوا والمستذئبين اللي بيستخبوا. يا ترى سكوت هينجو ولا هيضيع وسط النار اللي مولعة من كل ناحية؟ وده اللي هنعرفه في الملخص بتاع النهارده. المسلسل بيبدأ مع واحد اسمه سكوت، وبيكون قاعد في بيته لوحده، بس فجأة بيسمع صوت بره، فبيطلع يشوف ايه اللي بيحصل، لكن بيلاقي واحد صاحبه اسمه ستايلز وكان متعلق على شجرة وكان بيعمل فيه مقلب. فصاحبه بيقول له ابويا لقى جثث في الغابة، وبنعرف ان ابو ستايلز ده ضابط شرطة. المهم الاتنين بيتفقوا وبيجروا الاتنين على الغابة يشوفوا الجثث، بس وهما في السكة ابو ستايلز بيشوفهم وسكوت بيستخبى. فابوه بيقول له هو صاحبك فين؟ فبيقول له ان هو مش هنا ورجع البيت ينام عشان عنده مدرسة الصبح. بس الضابط ما بيكونش مقتنع بالكلام ده قوي، بس بيمسك ستايلز وبيحطه في العربية وبيقول له ما تتحركش من هنا لحد ما اجيلك. اما سكوت بيكون ماشي لوحده في الغابه، فبيلاقي قطيع غزلان بيجري عليه، وواحد منهم بيخبطه جامد، ووقتها بتقع منه البخاخه بتاعته. وبنعرف ان سكوت عنده مشكله في التنفس وما بيعرفش يتنفس غير بيها. وبعدها لما بيقوم بيدور على البخاخه بيلاقي جثه، وشكل الجثه بيخضه جدا، وبيتدحرج على الارض. ولما بيحاول يقوم بيلاقي ذئب بيهجم عليه، والمصيبه ان ده مش ذئب عادي، ده كان مستذئب. وسكوت بعدها بيقدر يهرب منه بالعافيه وبيرجع البيت. وتاني يوم الصبح بيروح المدرسة عادي، وبيقابل ستايلز صاحبه وبيحكي له على اللي حصل، وبيقول له ان في ذئب عضني. ستايلز بيرد عليه وبيقول له يا عم مستذئبين ايه، مفيش في بلدنا الموضوع ده اصلا. بس سكوت مش بيركز معاه وبيسيبه وبيدخل الفصل. وبعدها وهو قاعد بيسمع صوت بنت بتتكلم في التليفون، فبيبص حواليه بيلاقيها بره الفصل اساسا. فاستغرب جدا ازاي سامعها بالمسافة البعيدة دي، والبنت دي بيكون اسمها أليسون. وبعدها أليسون دي بتخلص مكالمتها وبتدخل الفصل، وسكوت اول لما بيشوفها اتخطف، وفضل مركز معاها وعايز يكلمها بأي طريقة. وبعد كده بيروح سكوت تمرين المدرسة، والمدرس بيوقف الماتش علشان سكوت يلعب جول. وأول لما بيصفر سكوت بيتضايق جدا من الصوت العالي، وبيسمع أصوات الناس كلها حواليه، فبيفقد تركيزه والكرة بتتخبط في وشه. ووقتها الناس كلها بتفضل تضحك وتتريق عليه، بس سكوت بيقوم وبيصد الكور بشكل احترافي، وما كانش حد متوقع الطريقة دي، وكل الناس استغربت لأنه أصلا ما كانش بيعرف يلعب، وصاحبه كان مبسوط جدا بيه. وبعد ما التمرين بيخلص الاتنين بيروحوا الغابة في نفس المكان اللي حصلت فيه الجريمة. وبدأ سكوت يقول له انه بيسمع كل حاجة حواليه، وبيقول له انا بقيت اتحرك اسرع ومش فاهم ايه اللي بيحصل لي. وبعدها وهما بيدوروا على البخاخة بيظهر لهم واحد اسمه ديريك، وبيقول لهم انتوا بتعملوا ايه هنا، المكان ده ملكي. ستايلز بيقول له احنا بندور بس على البخاخة بتاعته، فديريك بيديها لهم وبيقول لهم يمشوا من هنا. وبعدها سكوت بيسأل صاحبه بيقول له مين ديريك ده، فبيقول له ده عيلته ماتت من سنين في حريق، وكان مسافر ولسه راجع ياخد املاكه. المهم سكوت بيرجع بالليل شغله في عيادة حيوانات، وكان بيغار على الجرح اللي اتعض فيه، بس اتفاجئ ان الجرح اختفى وما بقاش ليه اي اثر. ولما دخل ياكل الحيوانات لقاهم كلهم مرعوبين منه، فسكوت اتخض وخرج يجري من العيادة. وفي اللحظة دي الباب بيخبط، وبيفتح يلاقي أليسون البنت اللي كان معجب بيها في الفصل. فقالت له هي متوترة انا خبطت كلب بالعربية بتاعتي ومش عارفة اعمل ايه، وكانت باينة انها منهارة جدا. بس هو بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش، وفعلا بيروح معاها وبياخد منها الكلب. بس اول لما بيقرب منه الكلب بيبدأ يهوهو عليه بصوت عالي وبيترعش من الخوف. وفجأة عين سكوت بتنور، والكلب اول لما بيشوفها بيهدى وبيسكت. وبعدها سكوت بياخده وبيدخل جوه العيادة وبيبدأ يعالجه. وفي الوقت ده هو وأليسون بيبدأوا يتعرفوا على بعض أكتر، وبيطلب منها تخرج معاه في حفلة، وهي طبعا بتوافق. وتاني يوم بيروح المدرسة، وهو واقف قدام الخزنة بتاعته بيجي واحد اسمه جاكسون، وبنعرف إن جاكسون ده بيلعب معاه في نفس الفريق، وبيكون متضايق جدا من سكوت بسبب المستوى اللي قدمه في التمرين آخر مرة، وبيقول له أنت أكيد بتاخد منشطات. وسكوت بيرد عليه وبيقول له أنا ما باخدش أي حاجة. بس طبعا جاكسون ما بيصدقهوش، وبيقول له على فكرة أنا هعرف أنت وراك إيه وهفضحك. وبعد كده بيروحوا التمرين تاني، بس المرة دي المدرب بيخلي سكوت يلعب هجوم. وأول لما الماتش بيبدأ سكوت بيطير في الملعب وبيجيب أهداف وبيلعب زي المحترفين بالظبط، والجمهور ما بيكونش مصدق وبيهتف باسمه. بس ده طبعا بيعصب جاكسون جدا لأنه خلاص بيشوف سكوت بيسحب الأضواء منه، وستايلز بيبدأ يشك فيه وبيقول فعلا إن سكوت فيه حاجة غريبة. ولما بيرجع البيت بيدور على قصص عن المستذئبين، وبيكتشف إن الكلام ده حقيقي مش خيال. وسكوت لما بيرجع بيحكي له الأعراض اللي حاسس بيها، فستايلز بيقول له كل اللي أنت بتقوله ده شبه أعراض المستذئبين، انت فعلا شكلك اتحولت. فسكوت بيضحك وبيقول له ما انت بتقول انها اسطوره وكذب. وبعدها بيسيبه علشان عنده ميعاد مع أليسون، وهو بيقول له استنى النهارده ليله اكتمال القمر، ولو فعلا انت اتحولت ممكن تخرج عن السيطره. بس سكوت بيتنرفز من كلامه وعينه بتنور وكان هيضربه، بس في اللحظه الاخيره بيسيطر على نفسه وبيمشي وبيسيب له المكان كله. وبعدها ستايلز بياخد باله من الكرسي اللي كان قاعد عليه سكوت، وبيلاقي عليه خربشه جامده كانها ضوافر ذئب فعلا.
اما سكوت فبيروح يقابل أليسون، واول لما بتشوفه بتفرح جدا وبيمشوا هما الاتنين للحفله، وهناك بيرقصوا ويضحكوا وبيقضوا وقت حلو جدا مع بعض. بس فجأة سكوت بدأ يحس بألم غريب ورؤيته بتكون مشوشة ومش فاهم هو ماله، وبياخد عربيته وبيمشي من المكان، وأليسون بتحاول تروح وراه، لكن ديريك بيظهر فجأة وبيوقفها وبيقول لها سيبيه دلوقتي، وبيكون شكله عارف اللي بيحصل مع سكوت. اما سكوت فبيرجع بيته وبيبدأ يتحول فعلا، وانيابه بتطلع وضوافره بتكبر، ووقتها بيفقد السيطرة على نفسه. بيجي ستايلز وبيحاول يهديه، وسكوت بيقول له انه شاكك في ديريك وانه ممكن يكون خطر على أليسون، فستايلز بيقول له ده انا شفته بيوصلها بعد الحفله. طبعا سكوت بيتجنن وبينط من الشباك وبيجري وراه ستايلز، وستايلز بيروح على بيتها، بس بيلاقي أليسون تمام وما فيهاش اي حاجه ولا حصل لها مشكله. وسكوت بيكون راح الغابه وبيقابل ديريك هناك وبيقول له أليسون فين، فبيرد عليه وبيقول له هي بخير في بيتها ما تقلقش. لكن فجاه بيظهر صوت غريب، فديريك بيجري وبيقول لسكوت تجري، وبيلاقوا صيادين بيضربوا سكوت بالسهام. وفي اللحظة دي ديريك بيتحول وبيضرب فيهم واحد ورا التاني، والصيادين بيهربوا، وسكوت بيكتشف ان دول صيادين بيصطادوا المستذئبين اللي زيه وزي ديريك، فبيسأله انت ليه ساعدتني؟ فديريك بيقول له على فكرة اللي عندك دلوقتي دي مش لعنة، دي هدية جايلك علشان تغير حياتك، انت دلوقتي عندك قوة وسرعة وحواس خارقة ولازم تتحكم فيها. وبعد شوية ستايلز بيجي وبياخد سكوت وبيرجعه البيت. وتاني يوم في المدرسة سكوت بيقابل أليسون وبيعتذر عن اللي حصل امبارح، وبعد ما اليوم بيخلص بيجي والدها علشان ياخدها بالعربية، والمفاجأة ان والدها ده بيطلع كريس الصياد اللي كان بيضرب سكوت بالسهام. وسكوت لما بيشوفه بيتصدم وبيروح لصاحبه يحكي له اللي حصل، فصاحبه بيقول له هو اكيد ما خدش باله انك انت المستذئب، لانه لو كان عارف كان هيخلص عليك. بعد كده سكوت بيروح يتدرب، بس جاكسون بيضربه جامد في التمرين، فسكوت بيتنرفز وعينه بتنور وكان خلاص هيهجم عليه، بس ستايلز بيتدخل بسرعه وبيهديه. وفي وسط ده كله ديريك بيبص عليهم من بعيد وبيتابع كل حاجه، وستايلز بياخد صاحبه وبيدخله الاوضه، بس سكوت بيبدا يفقد السيطره على نفسه وبيهجم عليه، فستايلز بيمسك طفايه حريق وبيضربه بيها علشان يهديه، وبيقول له انت لو معرفتش تسيطر على نفسك هتأذي كل اللي حواليك. وسكوت بيرجع البيت وهناك بيجيله ديريك وبيقول له ما تلعبش الماتش اللي جاي، لانك لو فقدت السيطره على نفسك هتفضحنا كلنا قدام الصيادين. وسكوت بيروح للمدرب وبيحاول يعتذر، والمدرب بيرد عليه وبيقول له انت احسن واحد عندي ولازم تلعب، غير كده احنا هنخسر. فسكوت بيروح يقابل ديريك تاني وبيقول له انه مش قادر يرفض، فبيقول له لازم تتصرف لانك لو اتحولت قدامهم كلنا هنكون في خطر. وفجأة سكوت بيشم ريحة دم فبيجري بسرعة عند صاحبه وبيحكي له اللي حصل، والاتنين بيقرروا يراقبوا ديريك. وبالليل لما ديريك بيمشي بيروحوا يحفروا في الغابة وبيلاقوا جثة مستذئب، وبيشيلوا زهرة كانت مربوطة بحبل فيه، وفجأة الجثة دي بتتحول لبنت وكانت متحولة وشكلها كده تبع ديريك، فبيقرروا يبلغوا عنه. وتاني يوم البوليس بييجوا وبيقبضوا فعلا على ديريك. وبعدها بيجي يوم الماتش وجاكسون بيقول للاعيبه ما تبصوش لسكوت، وفعلا بيبداوا يلعبوا من غير ما يبصوا له، بس سكوت بيكون سامع كل حاجه وبياخد الكره وبيبدا يجيب اجوال لوحده والفريق بتاعه بيفوز. ووقتها جاكسون بيتجنن، وسكوت بعد الماتش بيلاحظ ان ضوافره بدات تطلع فبيجري من الملعب قبل ما حد يلاحظ. ولما بيحاول يهدي نفسه بتظهر له أليسون وبتقول له ان ادائك كان جامد قوي، وده فعلا بيهديه. بس ستايلز بيجي وبيقول له انه ديريك خرج من السجن لان الطب الشرعي قال ان اللي قتل البنت دي حيوان بري مش بني ادم، وان البنت دي كمان اخت ديريك. فسكوت بيبتدي يقلق، بس بعدها بيروح ينام، لكنه بيصحى مفزوع من كابوس شاف فيه نفسه بيتحول لمستذئب وبيقتل أليسون، وكمان بيهاجم اتوبيس مليان طلبه. وتاني يوم بيروح المدرسة وبيقابل صاحبه وبيحكي له على الحلم المرعب اللي شافه، فستايلز بيحاول يطمنه وبيقول له ما تقلقش ده مجرد كابوس. بس لما بيطلعوا بره بيلاقوا نفس الاتوبيس اللي سكوت شافه في حلمه متدمر، فبيقلق جدا على أليسون وبيفضل يدور عليها في كل مكان وما بيلاقيهاش، ومش عارف هي راحت فين، لدرجة انه بيتعصب وبيفضل يضرب في الخزنة وكمان بيبدأ يتحول. بس في اللحظة دي بتظهر أليسون وبيفرح جدا انها بخير وما حصلهاش حاجة، وكمان بيهدى وبياخدها بعد كده وبيروح علشان ياكلوا، وبيكون قاعد معاهم جاكسون وصاحبته ليديا، فليديا بتعرض عليهم انهم يخرجوا مع بعض ويلعبوا بولينج، وكلهم طبعا بيوافقوا. ولما بيخلصوا سكوت بيمشي من المكان وبيروح شغله كالعاده، بس بيلاقي الضابط ابو ستايلز هناك ومعاه صاحبه وجايب صوره لسواق الاتوبيس اللي تم الهجوم عليه، وبيقولوا انهم لقوا شعر ذئب في المكان. طبعا سكوت بيقلق جدا وخايف يكون هو اللي عمل كده من غير ما يحس، فبيمشي من المكان فورا وبيروح المستشفى اللي فيها السواق واللي بتكون شغاله فيها امه، وبيدخل يشوف السواق، بس السواق بيتفزع وبيصرخ اول لما بيشوفه، فبتيجي امه وبتقول له انت لازم تمشي من هنا بسرعه. وسكوت مش فاهم ايه اللي حصل وبيمشي من المكان. وبعد كده بيروح لديريك وبيحكي له اللي حصل، وكمان بيعتذر له انه بلغ عنه، وبيقعد
يحكي له عن الاحلام اللي بيشوفها، وبيساله هو انا ممكن اعمل حاجه من غير ما احس؟ فديريك بيرد عليه وبيقول له اه طبعا، بس انا اقدر ادربك كويس واعلمك تتحكم في قوتك حتى وانت متحول. وبيقول له كمان علشان تفتكر اللي حصل في الاتوبيس روح هناك بنفسك، وساعتها حواسك هتشتغل وتفتكر كل حاجه. فبياخد صاحبه ستايلز بعد كده وبيروحوا بالليل للمكان اللي فيه الاتوبيس، وبيسيب صاحبه بره يراقب، وبيدخل سكوت جوه وبيبدا فعلا يفتكر كل حاجه، وبيشوف انه كان بيحاول يساعد سواق الاتوبيس، وان في حد تاني هو اللي كان بيهجم عليه، لكن ما فهمش هو مين. بس في اللحظه دي بيجي امن المكان، فستايلز بينادي عليه علشان يمشوا، وهو بيجري وبينط من فوق الاتوبيسات بسرعه لحد ما بيوصلوا وبيهربوا من المكان. وبعد كده بيعرفوا ان في حد تاني هو اللي هجم على السواق، فسكوت بيطمن وبيكون مبسوط. اما اليسون فبنشوفها بتستعد علشان تخرج تلعب بولينج، بس بيجي ابوها وبيقول لها ان في حيوان بيهجم على الناس بره، وان في حظر في المدينه وما ينفعش تخرج، فهي بتسايسه لحد ما بيمشي، وبعد كده بتهرب من الشباك وبتروح تقابل سكوت واصحابها علشان يلعبوا، وكلهم بيكونوا بيلعبوا كويس جدا الا سكوت ما كانش عارف يلعب لانها اول مره ليه. وجاكسون بيفضل يتريق عليه، بس بتيجي اليسون وبتشجعه وبتقول له يركز، وسكوت بيركز فعلا وبيستخدم قوته، وبعد كده بيلعب كويس جدا، واليسون بتكون فرحانه وبيفضل يلعب وبيكسبهم كلهم. وطبعا جاكسون بيكون متضايق جدا، فبيروح له وبيقول له انا حاسس انك مخبي حاجه، وانا زي ما قلت لك قبل كده هعرف ايه هو وهفضحك. فسكوت بيرد عليه وبيقول له خلاص امشي ورا احساسك. وبنروح لسواق الاتوبيس واللي ديريك بيكون عنده بيزوره، وسواق الاتوبيس اول لما بيشوفه بيفتكره وبيبدا يعتذر له، وهو مش فاهم بيعتذر له ليه، وبيستغرب اكتر لانه عارفه. وفي اللحظه دي بتيجي الممرضه وبتشوف سواق الاتوبيس واللي بيكون مات، ومش عارفين اذا كان ديريك هو اللي موته ولا لا. اما سكوت بعد ما بيخلص الليله بتاعته بياخد اليسون علشان يوصلها البيت، واللي بتفضل تشكره على اليوم الجميل اللي هم قضوه مع بعض، وبتقول له انها هتشوفه بكره. وستايلز بنشوفه وهو داخل اوضه سكوت من الشباك، فبتيجي امه وبتفتكره حرامي وبتنزل فيه ضرب لحد ما سكوت بيجي وبيهديها. وستايلز هنا بيعرفه ان السواق مات، فهو بيتضايق جدا وبيروح لديريك في البيت وبيساله انت اللي قتلت السواق؟ فبيقول له انا ما قتلتش حد. بيرد عليه وبيقول له لا انت اللي قتلته زي ما قتلت اختك. فبيقول له انا كمان ما قتلتش اختي جيت لقيتها مقتوله وكنت بدور عليها كتير ومش عارف مين اللي عمل فيها كده. وبعدها هو وسكوت بيتحولوا وبيهجموا على بعض، وقوتهم بتكون كبيره جدا لحد ما بيهدوا، وسكوت بيفضل يلومه انه السبب في اللي هو فيه، بيقول له انت اللي عضتني ودمرت حياتي. فبيقول له انا ما عضتكش، اللي عضك هو الالفا القائد بتاعنا، وده بيكون اقوى واحد فينا، وانا ما اعرفش هو اختارك انت بالذات ليه، بس لازم نلاقيه ونتكلم معاه ونعرف هو ليه عمل فيك كده. بعدها بقى بنروح لواحده اسمها كيت، ودي بتكون اخت كريس الصياد واللي بتكون جايه تزوره في المدينه، بس فجاه بيهجم عليها الالفا، فبتمسك البندقيه وبتضرب عليه لحد ما بيهرب فورا من المكان، وبتكلم كريس علشان يجي يساعدها ويصطادوه. ووقتها بيكون صوت الالفا عالي جدا وبينادي على كل المستذئبين اللي زيه، وديريك وقتها بيسمع الصوت وبيجري وراه وبيشوفه، وكمان بيفضل يطارده وبيحاول يتكلم معاه، بس فجاه كيت بتضربه برصاصه بتوقعه من فوق المبنى، وبتعرف اخوها ان الرصاصه دي هتقتل المستذئب خلال 48 ساعه. وسكوت بيكون واقف وبيسمع كل الكلام ده، والرصاصة دي بتكون دخلت في جسم ديريك وما بيكونش قادر يشفى منها. وتاني يوم بيروح ديريك لسكوت المدرسة وبيفضل يدور عليه، ولما بيلاقي جاكسون بيسأله عنه، فجاكسون بيتضايق جدا وبيقول له انا مش هاممني اصلا، روح دور عليه في مكان تاني. فديريك بيتعصب عليه وبيمسكه من التيشيرت وكان هيضربه، بس في اخر لحظة بيمسك اعصابه وبيمشي من المكان. وهو ماشي بيجيله سكوت بالعربية وبياخده وبيقول له انه عارف اللي حصل له وانه قدامه 48 ساعة بس. فديريك بيقول له انه لازم يجيب رصاصة من اللي اتضرب بيها علشان يعملوا عليها اختبار ويعرفوا يوقفوا العدوى دي ازاي، وبيعرفوا انه يجيبها من بيت اليسون. وفعلا بيروح بعد كده يقابل اليسون وبياخدها وبيروحوا البيت بتاعها، وبيفضل يبص على الأسلحة بتاعت أبوها. وفي اللحظة دي أبوها بيدخل عليهم فبيستخبوا، وهو بيشوفهم وبيقول لهم انتوا خايفين ليه، وبياخدهم بعد كده وبيقعدوا يتعشوا وبيستمتعوا بوقتهم. وفي اللحظة دي ديريك بيكلمه وبيقول له وصلت الحاجة ولا لأ، فبيقول له لسه بدور ومش عارف أتحرك منهم. وبعدها بيقوم ويفضل يدور لحد ما بيلاقي الرصاصة فعلا. وبنشوف بعد كده ستايلز واللي أخد ديريك وراحوا لعيادة الحيوانات، بس بيكونوا محتاجين الرصاصة في أسرع وقت. وسكوت بيحاول إنه يمشي من المكان، بس عيلة البنت دي بيصروا إنه يفضل معاهم. وديريك بيكون خلاص بدأ يموت، والعدوى بتكون قربت توصل لقلبه، لدرجة انه بيقول لستايلز انه يقطع دراعه علشان العدوى ما تنتشرش، وبيبدأ يعمل كده فعلا. بس سكوت بيجي على اخر لحظة وبيديله الرصاصة، وبعدها بياخدها وبيطلع اللي جواها وبيحطها جوه الجرح بتاعه وبيولع فيه. وفي اللحظة دي الرصاصة بتتحرق هي كمان وبتختفي، وجسمه بيرجع يلتئم تاني. فسكوت بيقول له كفاية لحد كده وابعد عني، وبيهدده وبيقول له لو ما بعدتش عني انا هبلغ كريس عن مكانك. فديريك بيقول له هو اول لما يعرف انك مستذئب مش هيسمع لك اصلا، اكيد هيموتك. وبيقول له تعالى نروح مشوار عايز اوريك حاجه. وبعدها بيروحوا للمستشفى اللي موجوده فيها عمه، واللي بيكون وشه متشوه من الحريق اللي حصل زمان. وبيقول له زمان عيلتي كانت متجمعه في بيت واحد وحد حرق البيت بالكامل، واللي عمل كده اكيد عيله كريس لانهم الوحيدين اللي كانوا عارفين اننا موجودين. وبيقول له ان عمي ده الوحيد اللي نجا منهم وبقى بالمنظر ده.
نروح بقى لجاكسون واللي بيكون قاعد مع صاحبته كده بره المحل، وفي نفس الوقت ده جوه المحل بيكون في عامل واقف، وفجأة النور بيبتدي يرعش وجاكسون بيدخل يجيب طلب من جوه، بس بيلاقي العامل ميت قدامه وجاكسون بيترعب وبيحاول يهرب. وفي اللحظة دي بيظهر له مستذئب وبيحاول يهجم عليه وبيوقع عليه الرفوف، والمستذئب ده بيمسكه وبعدها بيشوف الجرح اللي على رقبته من ديريك، فما بيعملوش اي حاجة وبينط من الشباك وبيجري. وليديا اول لما بتشوفه بتترعب وبيبلغوا الشرطة بعد كده بالجريمة دي، وبيكون ابو ستايلز هو اللي معاه في العربية، فبينزل وبيشوف جاكسون وبيفضل يحكي له على اللي حصل، وبيكون ديريك وسكوت واقفين وشايفين كل اللي بيحصل، وبيكونوا عاوزين يوصلوا للكائن ده بأي طريقة لأنهم مش عارفين هو بيقتل الناس ليه وعايزين يفهموا منه اللي بيحصل. فبيمشوا بعد كده من المكان وبيروحوا البيت مهجور، وسكوت بيقول انا مش عايز الحياة دي، فبيقول له لازم ندور على الكائن ده لأنه قدامك أسبوع واحد وتتحول بالكامل وهتبقى همجي زيه. فبيسيبه وبيمشي من المكان وبيروح ينام. وتاني يوم بيروح يقابل أليسون واللي بيكون عيد ميلادها النهارده، فبيطلب منها انهم يحتفلوا مع بعض لانها اصلا ما كانتش عايزه تحتفل. وفي نفس الوقت جاكسون بيكون جوه الحصه وبيكون شكله مش تمام، فبيروح الحمام وبيكون فيه علامات على رقبته، فديريك بيجيله وبيقول له احكي لي اللي حصل امبارح، بس جاكسون بيكون مرعوب وبيقول له انه ما شافش حاجه، وبتكون صاحبته ليديا من ساعه امبارح مختفيه ومحدش عارف هي راحت فين، وكلهم بيفضلوا يدوروا عليها. فبيروح ستايلز لبيتها واللي بيلاقيها موجوده هناك وبتكون مش في وعيها وبتقول له اقعد معايا شويه، وفجأة بيجي لها رسالة على التليفون وبيشوفها واللي بيكون فيها الكائن اللي شفناه امبارح. فهو بيحاول يكلم سكوت بس بيكون قافل تليفونه وقاعد مع حبيبته، والدكتور اللي شغال معاه كمان بيرن عليه لأنه اتأخر وتليفونه برضه مقفول. وفي اللحظة دي بيدخل عليه الشرطي وبيقول له انت قلت في التقرير امبارح اللي هجم كان اسد صح؟ فبيقول له ايوه، وبيقول له طب بص على المخلوق المتحول ده، وفجأة بيقوم يمشي على رجله وبيقول له اسد ازاي وهيعمل كده؟ فبيقول له انا معرفش. وفي نفس الوقت بيكون جاكسون واقف في الملعب وغضبان جدا ومش عارف ايه اللي بيحصل له وشكله كده بدأ يتحول. وسكوت وحبيبته بيوصلوا بعدها للمدرسة، ويكون في الوقت ده اجتماع أولياء الأمور، بس بيسمعوا صوت مرعب والناس كلها بتبدأ تجري، وفي عربية كانت هتخبط أليسون بس سكوت بيستخدم قوته وبينقذها في ثواني، وكمان في حيوان بيهجم على الناس بس كريس بيديله طلقة وبيخلص عليه في ساعتها. وسكوت لما بيخلص بيمشي من المكان وبيروح للجراج علشان ياخد عربيته ويمشي، بس بيسمع صوت حاجة في المكان وبيعرف انه الألفا، وبيفضل يجري وراه والواد بيترعب بس بيستخدم ذكائه وبينط على العربيات وبيستخدم صوت الانذار لان الكائن ده بيتبع ضربات قلبه لحد ما بيستخبى. بس وقتها تليفونه بيرن فبيجي الكائن ده وبيمسكه، وبنتفاجئ انه ديريك وبيكون عامل كده اصلا علشان يدربه. فبيقول له طب ايه رأيك في المستوى بتاعي؟ فبيقول له زفت، وبيقول له لازم تبعد عن أليسون لان دي نقطة ضعفك وكمان هتكون السبب في موتك، لان الحب ده بيخليك ضعيف ولازم ما تبقاش ضعيف علشان تقدر تغضب وتتحول وتتمكن من القوة الكاملة بتاعتك. وبعدها ما بيسمعش كلامه وبيروح البيت بتاع أليسون وبيقابلها، بس بتدخل امها وهو بيحاول يهرب منها، وفي اللحظة دي بيسمع صوت حاجة وبيفتكر ان ديريك بيراقبه تاني وكان جاي علشان يلومه، فبيفضل يعتذر له، بس بيطلع الكائن ده الألفا واللي بيجري وراه والواد بيترعب وبيستخبى جوه العربية. بس بنتفاجئ ان الألفا بيجيله وبيرسم له رسمة على العربية وبيسيبه وبيمشي. وبعدها سكوت بيرجع البيت وبيفضل يقفل الشبابيك، بس فجأة بيلاقي ديريك قدامه وبيفضل يحكي له عن اللي حصل وان الوحش رسم له حاجة كده على الإزاز. واول لما بيسمع ده ديريك بيتضايق جدا وشكله بيخاف، وقبل ما بيمشي بيقول له تاني ابعد عن أليسون. وتاني يوم بيروح المدرسة وبيقابل هناك جاكسون، بس بيتجاهله وبيدخل جوه الفصل وبيقابل صاحبه واللي بيكون زعلان منه، بس بيفضل يهزر معاه بعد كده بيتصالحوا. اما أليسون فبنشوفها قاعدة مع ليديا وبتفضل تحكي لها عن حكاية وحش كان موجود من 400 سنة وكمان كان مستذئب وكان بيقتل ناس كتير جدا ومحدش عارف يصطاده غير جدها الكبير. وبتوريها بعد كده صورته، والبنت اول لما بتشوفه بتترعب وبعدها بتسيبها وبتمشي. في نفس الوقت ده بيكون سكوت قاعد مع صاحبه وبيغطي وشه بالكتاب علشان أليسون ما تشوفهوش، وبيحاول يبعد عنها زي ما ديريك قال له، بس بتقدر تشوفه وهو بيجري فورا من المكان وهي بتجري وراه، بس في الاخر بيعرف يهرب منها. وبعدها بياخدوا ستايلز علشان يفضل يدربه وبيربط ايده وبيحط عليه جهاز، والجهاز ده بيكون بيقيس ضربات القلب، وبيلاحظ انه كل ما بيغضب ضربات قلبه بتزيد، بس بيفضل يتكلم معاه وبيقول له انه مش عايزه يبقى زي ديريك لانه لو بقى زيه هيبقى وحيد. وبعدها بنروح لجاكسون واللي بيكون في الحمام، وفجأة كده بيبدأ يتحول وحاجة بتطلع من بقه، بس بعدها بيفوق وبيطلع كان بيتخيل، وبيطلع من المكان وبيلاقي أليسون قاعدة وبتكتب عن قصة الذئب، فبيقعد جنبها وبيعتذر لها وبيقول لها ان هو مش وحش زي ما هم فاكرين. وسكوت بيدخل بعد كده الفصل وبتيجي جنبه أليسون، والمدرس بيفضل يقول له احكي لنا قصة من المنهج، بس هو ما بيكونش عارف وضربات قلبه بتبدأ تزيد بسرعة. بس صاحبه بيلاحظ انها بتقل فجأة وبيبص على ايده بيلاقيه ماسك ايد أليسون، ووقتها فعلا بيعرف ان أليسون دي بتضعفه. ولما بيخرج صاحبه بيقول له على فكرة كل ما تغضب حاول تفتكر أليسون ووقتها هتهدى وتسيطر على نفسك.
وبيقرر يعمل له اختبار، وبيخرج وبيخربش العربيات بتاعت الناس وبيديله المفتاح وبيزعق له وبيقول له انت ليه بتأذي الناس. فبيجوا بعد كده الناس دول وبيفضلوا يضربوا فيه، وبيلاحظ ان ضربات قلبه بتعلى بشكل رهيب، واول لما بيفتكر أليسون بتنزل تاني، وبكده يبقى في طريقه يعرف يتحكم فيها في غضبه. اما ديريك فبنشوفه راح للدكتور اللي شغال معاه سكوت، وبيساله عن الغزاله اللي لقوها ميته وعليها رسمه، ودي نفس الرسمه اللي الالفا رسمها على العربيه بتاعت سكوت. فبيبان على الدكتور كده انه خايف وضربات قلبه بتعلى وبيفضل يتهرب، فبيمسكه وكان هيضربه، بس في اللحظه دي سكوت بيجي، فديريك بيقول له الراجل ده مخبي حاجه وبيحاول يضربه، بس سكوت بيمسك ايده وشكله بدا يتحول، بس وقتها بيهدى وبيمسك اعصابه وبيقول له يمشي دلوقتي وهو هيكلمه بعدين. وبعد كده ديريك وستايلز بيروحوا المدرسه وبيلاقوا ديريك هناك وبيكون رابط الدكتور في العربيه، وفي اللحظه دي بيبصوا للعربيه بيلاقوا الباب مفتوح والدكتور مش فيها، وما بيكونوش عارفين هو راح فين. بس بيجي بعد كده الذئب ده بسرعه رهيبه جدا وبيضرب ديريك وبيطيره بعيد، ومن كتر قوته وسرعته محدش بيكون شايفه، وهم بيترعبوا جدا وبيستخبوا جوه المدرسه وبيفضلوا يدوروا على حاجه علشان يقفلوا الباب بيها. وستايلز بيشوف حديده وبيروح يجيبها علشان يقفل بيها الباب، بس سكوت بيشوف الوحش عند العربيه وبينادي عليه علشان يدخل بسرعه، وفعلا لما بيدخل بيقفلوا الباب والذئب ده ما بيعرفش يمسكهم. بس في اللحظه دي بيسمعوا صوت غريب جوه المدرسه، وبيفضل ستايلز يقول لسكوت انا شاكك ان الدكتور ده هو المتحول اصلا. فسكوت بيقول له مستحيل، انا شغال معاه بقالي سنين. فبيقول له طب تفسر بانه اختفى في ثانيه من العربيه، وكمان ما حدش شافه، واحنا ما شفناش اصلا مين اللي حرره، وشكله كده قتل ديريك واحنا دلوقتي هنموت. وبيكونوا مش عارفين يعملوا ايه، فبيبصوا قدام الشباك علشان يحاولوا يهربوا، بس فجأة بيترمي عليهم بطارية عربية ستايلز، فبيفضلوا يلفوا في المدرسة علشان يشوفوا مخرج. وسكوت بيقول له كلم ابوك علشان يجي والشرطة تيجي معاه، وبكده المتحول هيخاف وهيمشي. بس ستايلز بيقول له لا، وبيرفض لانه ممكن يقتلهم، وهو بيكون خايف على ابوه. بس في اللحظة دي بيسمعوا صوت فبيستخبوا جوه الخزنة، وبيجي شخص وبيطلع عامل النظافة وبيقول لهم يمشوا من هنا، فبيحاولوا انهم يمشوا من المكان بس الباب بيكون مقفول عليهم، وكمان الوحش ده بيخلص على العامل، وبيفضلوا يجروا في المكان علشان يلاقوا مخرج. وبيبصوا قدامهم بيشوفوا المتحول ده قدام السطح واللي بينط في المدرسة وبيفضل يجري وراهم لحد ما خلاص كان هيمسكهم. وبعد كده بنشوف أليسون مع جاكسون وليديا، وبيكون جالها رسالة من سكوت إنه يقابلها في المدرسة، وبتروح هناك فعلا وبتبص قدامها بتلاقي باب المدرسة مفتوح، فبتدخل علشان تشوفه، وهو بيكون لسه بيجري هو وصاحبه، والوحش عمال يجري وراهم لحد ما بيدخلوا أوضة وبيموهوه، بيقدروا إنهم يحبسوه جوه الأوضة دي، بس بينط من فتحة التكييف وبيدخل فيها، وفي نفس الوقت بيدخل جاكسون وليديا المدرسة، وبيبص جاكسون قدامه بيلاقي المستذئب. أما أليسون فبنشوفها جوه المدرسه بعد كده وعماله تدور على سكوت، وكمان عماله ترن عليه، فبيكلمها في المدرسه، فبيروح لها بسرعه وبيسالها انت ايه اللي جابك هنا، فبتقول له انت اللي بعت لي رساله وقلت لي اجي اقابلك، بس هو بيقول لها انا ما بعتش حاجه. بتيجي بعد كده ليديا وجاكسون، وفي اللحظه دي بيجي الوحش وبيفضل يجري وراهم، وقبل ما بيمسكهم بيدخلوا اوضه المعمل وبيقفلوا على نفسهم، وكلهم بيكونوا مرعوبين جدا ومش فاهمين ايه اللي بيحصل ولا عارفين يخرجوا من الموقف ده ازاي. فليديا بتكلم بعد كده الشرطه وبتقول لهم انها محبوسه في المدرسه وفي حد بيطاردهم، بس موظفه الاستقبال بتقفل في وشها لان جالها بلاغ قبل كده ان حد هيكلمها ويقول لها انهم في خطر، وبتتاكد ان هم شباب وبيعملوا مقلب، وبكده ما بيكونش في مخرج قدامهم دلوقتي. ومن كتر التوتر بيفضلوا يتخانقوا مع بعض، وستايلز بيروح يضرب جاكسون، وبعدها ستايلز بيقرر انه يكلم ابوه وبيقول له ان هو في المدرسه. وفي اللحظه دي بيسمعوا حد بيحاول انه يفتح الباب، فبيخرجوا من المكان وبيروحوا اوضه تانية، وقتها بيلاقوا باب خلفي هيوصلهم لبره، بس المفاتيح بتكون مع عامل النظافه اللي مات، فبيقرر سكوت انه يروح ويجيب المفاتيح دي، بس أليسون بتكون خايفه عليه وبتقول له ياخد حاجه علشان يدافع بيها عن نفسه. وليديا بقى بتشغل دماغها، وبما انهم في اوضه المعمل بتقدر تصنع قنبله من الادوات اللي موجوده حواليهم وبتديها لسكوت. وأليسون بتكون مرعوبة على حبيبها جدا، بس هو بيبقى مقرر انه يروح، وبيفضل يشم ريحة الدم بتاعت العامل علشان يوصل لمكانه، وبيلاقيه متعلق فوق السقف، فبيروح ياخد منه المفاتيح. وفي اللحظة دي الألفا بيجي وبيجري وراه لحد ما بيقف قدامه، فسكوت وقتها بيرمي عليه قنبلة، بس القنبلة ما بتنفجرش لأن الخلطة أصلا كانت بايظة. وفجأة الألفا بيظهر وبيضربه وبيثبته، ووقتها بيفضل يطلع صوت عالي جدا. اما جاكسون اللي جوه فبنشوفه بيسمع الصوت وبيبدا يتوجع وبيقع على الارض، وسكوت بيبدا يتحول هو كمان وبيتحول لذئب بالكامل. وستايلز بياخد باله من العلامات اللي على رقبه جاكسون، ولما بيساله ايه ده جاكسون بيقول له مفيش حاجه. اما سكوت فبنشوفه دخل وهو متحول وفتح الباب لاصحابه من بره وهرب على طول من المكان. وقتها أليسون بتحاول تنادي عليه بس هو بيسيبها وبيمشي، وبيبداوا يسمعوا صوت عربيات الشرطه اللي بتوصل المكان وبتحاصره، وسكوت بيكون واقف بره بعد ما هدي، وبيروح لهم والشرطه بيسالوهم مين اللي قتل العامل، فبيقول لهم سكوت ان ديريك هو اللي قتله، لكن الشرطه بترد عليه بتقول له احنا ما لقيناش جثه العامل جوه اصلا. فسكوت بيروح لصاحبه وبيقول له انا مش فاهم الذئب ده مش عايز يموتنا ليه، انا حاسس ان هو عايزني اقتلكم علشان انضم ليه، لان كنت حاسس فعلا انه عايزني اعمل كده.
وبعد كده بيروح للدكتور وبيساله وبيقول له انت ازاي هربت من العربيه ومحدش شافك؟ فالدكتور بيرد عليه بيقول له انا مش فاكر اي حاجه. اما اليسون فبتكون زعلانه جدا وبتقول له انه باباها جاي ياخدها، وفعلا بيجي وبياخدها وبيمشي، وهي بتقول له ابعد عني، وسكوت بيتضايق وبيمشي يقعد في الغابه، وبيجي صاحبه وبيواسيه وبيقول له ما تخليش الانفصال ياثر عليك، وبيقول له كمان يمكن ترجعوا لبعض ما تقلقش، وبعدين يا عم حتى لو ما رجعتوش في 8 مليار شخص، هي وقفت على اليسون يعني؟ وفجاه بيجوا 2 بياخدوا منهم ازازه المشروب وبيضايقوهم، فسكوت بيتعصب جدا وبيقول له اديني الازازه، وعينه بتنور، فالراجل بيخاف وبيديها له، وهو بيكسرها وبيمشي من المكان، واول لما بيمشوا بيظهر المتحول ده وبيخلص على الاتنين دول. وتاني يوم سكوت بتصحيه علشان يروح المدرسة، وبتلاحظ انه زعلان علشان ساب أليسون، لكنه مش بيرضى يتكلم وبيجهز نفسه وبيمشي، وأليسون ابوها بيوصلها للمدرسة، وبعد ما بيدخل هو كمان، وبيبدأ يسمع كل الأصوات اللي حواليه، حتى صوت تكات القلم والكتابة، وكل حاجة بتبقى بشكل مزعج عليه لدرجة انه بيسمع صوت الحروف وهي بتتكتب، فبينزعج جدا وبيمشي من المدرسة. وستايلس صاحبه بيلحقه وبيلاقي الشنطة بتاعته واقعة على الأرض، فبيفضل يدور عليه لحد ما بيلاقيه في الحمام، فستايلس بيهديه بس هو بيقول له انا مش قادر انساها، واول لما شفتها قلبي بدأ يدق بسرعة، وكمان انا مش عايز ابعد عنها. فستايلس بيقول له يمكن كل ده بسبب القمر اللي هيكتمل النهارده، وانت ممكن تتحول لذئب كامل، وكمان لازم نحبسك في الاوضه زي ما اتفقنا. وبنروح بقى لعيله اليسون، واللي النهارده بيستعدوا علشان يصطادوا المتحول، لان النهارده هيكون اكتمال القمر وهو مش هيكون في كامل تركيزه، ودي فرصتهم. اليسون وهي في المدرسه جاكسون بيجي لها وبيقعد معاها وبيتكلموا مع بعض، وبتساله بتقول له هو انا لما سبت سكوت ده صح ولا غلط؟ فبيرد عليها بيقول لها صح، هو ما يستهلكيش اصلا. وسكوت بيكون قاعد بره وبيسمع كل ده وبيتنرفز جدا وبيغضب وبيضرب دماغه في الحيط لحد ما بيكسرها. فالكابتن بتاع الفريق بينادي الاسماء وبيعلن ان سكوت هو القائد الجديد بدل جاكسون، وده بيضايق جاكسون جدا. ولما بيخلصوا اليوم بترجع أليسون البيت، وعمتها بتبدأ تدربها على استخدام السلاح، وبتسألها عن علاقتها بسكوت، فبتقول لها ان كل حاجة خلصت، وبتحكي لها عن يوم الحادثة لما كانوا في المدرسة والمستذئب هجم عليهم، فبتقول لها احكي لي بالتفصيل. وبالليل وقت اكتمال القمر ستايلس بيروح لسكوت وبيربطه بالسلاسل علشان ما يتحولش ويأذي اي حد، وسكوت بيكون معترض بس ستايلس بيفاجئه وبيربطه، وبعدها ستايلس بيقعد بره مستني، وطبعا سكوت بيبقى صوته عالي جدا، ولما الصوت بيهدى بيدخل يشوف ايه اللي حصل، فبيلاقي سكوت كسر السلاسل وخرج، وسكوت بيجري لحد ما بيوصل لقلب الغابه. وفي نفس الوقت أليسون وجاكسون بيكونوا قاعدين في العربيه بيتكلموا عن يوم الحادثه، وجاكسون بيحكي لها عن الكائن اللي شافه، وسكوت بيشوفهم من بعيد بنظره الخارق، وبعدها بيتوتر جدا وبيبدا يتحول بالكامل وبيهجم على العربيه، بس قبل ما يوصل لهم ديريك بينط عليه وبيمنعه، وكمان بيبعدوا عنهم وبياخدوا المكان تاني، وسكوت وقتها ما بيكونش في وعيه ومش فاهم اي حاجه، فبيسال ديريك وبيقول له هو الالفا ده عايز مني ايه؟ فبيقول له هو عايزك ما تبقاش في وعيك وتهجم على اصحابك وتخلص عليهم كلهم، وبعد كده بياخده وبيرجعه البيت. وسكوت بيبقى متضايق جدا وبيقول له انا هفضل كده لحد امتى؟ فديريك بيرد عليه وبيقول له لحد ما تقتل الالفا اللي عضك، ولو ساعدتني نوصل له هساعدك تخلص عليه، وده الحل الوحيد لان مفيش حل تاني، لا اما هتفضل وحش ومش هتعرف تسيطر على نفسك ابدا. اما جاكسون فبيلاقي ضفر من ضوافر سكوت وهو متحول، والضفر ده كان وقع جوه العربيه، فبياخده وبيقارنه بفتحه في الجوانتي بتاعه، وبيفهم ان سكوت هو الذئب. وبعدها بنروح للألفا اللي بيروح لمدرس الكيمياء وبيسأله لورا كانت بتدور على ايه، ولورا دي بتكون اخت ديريك. وفجأة بيجي ديريك وبينقذ المدرس والألفا بيخرج فورا، وفي نفس الوقت كريس بيكون واقف بره ومستني يصطاد الألفا، وبيكلم اخته وبيقول لها انه شايف ديريك قدامه، فبترد عليه وبتقول له ازاي ده عربيته ماشيه قدامي دلوقتي، والعربيه دي بيكون فيها وقتها سكوت وصاحبه، وبيبداوا يضربوا عليهم نار وبيحاولوا يصطادوه باي طريقه لحد ما سكوت وصاحبه بيركبوا العربيه وبيهربوا من المكان، وما بيكونوش فاهمين الألفا جه للمدرس ليه. فديريك بيقول اختي كانت بتحقق في الموضوع واكتشفت حاجات، وانا عرفت ان المدرس ليه علاقه باللي حصل، وبيوري له رسمه معينه، فسكوت بيفتكر انه شاف الرسمه دي قبل كده في سلسله أليسون، فبيقرروا انهم يجيبوا السلسله دي باي طريقه. وتاني يوم بيروحوا المدرسه وبيفكروا ازاي هياخدوا منها السلسله دي، وجاكسون بيروح يكشف على العلامات اللي في رقبته، والدكتور بيقول له ان ده تسمم جاي من زهره معينه، فبيساله انت الزهره دي جات لك ازاي؟ فبيقول له انا مش فاكر، وبيمشي من المكان. وبعدها بيروح لسكوت وبيقول له انا عرفت انك بتتحول وعندك قوه، وعايز اعرف الطريقه وعايز ابقى زيك، ولو انت ما حولتنيش هقول لأليسون كل حاجه وافضحك. فسكوت بيخرج بعد كده وبيكلم صاحبه وبيقول له اللي حصل، وبيقول له ده تبقى كارثه لو أليسون عرفت، بس المصيبه مش فيها، المصيبه في عيلتها اللي هتطاردني. فستايلس بيرد عليه وبيقول له طب سيبك دلوقتي وفكر في السلسله. وبيخش سكوت الحصه وبيشوف أليسون، بس اول لما بتشوفه بتمشي وهي متضايقه، فبيروح وراها وبيحاول يكلمها، بس هي ما بتكونش عايزه تسمع منه حاجه خالص، وبتقول له انها محتاجه شويه وقت لوحدها، وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم كلهم في المدرسه بيبقوا قاعدين بياكلوا، جاكسون بيكلم سكوت وبيقول له انا عارف انك سامعني بقدراتك، ولو ما حولتنيش زيك انا هاخد منك أليسون. ووقتها بيروح يسيب كمان حبيبته علشان يركز معاها،
اما ديريك فبيروح لبيت ستايلز وبيساله، بيقول له سكوت خد السلسله؟ فبيقول له لسه. ووقتها بنشوف سكوت داخل من شباك اوضه اليسون وبيفضل يدور على السلسله لحد ما بيلاقيها في كتاب. اما ديريك وستايلز فبيحاولوا يعرفوا مصدر الرساله اللي اتبعتت لاليسون يوم المدرسه، وبيكتشفوا انها مبعوثه من كمبيوتر ام سكوت في المستشفى، فبيتفاجئوا وما بيكونوش فاهمين ايه اللي حصل. وسكوت وهو خارج من بيت اليسون بيلاقي قدام ابوها، فبيتصرف على انه ماشي عادي، وابوها بياخده وبيدخله البيت وبيقعد معاه يتكلم وبيساله عن علاقته بديريك، وبيقول له على فكره انا بعمل كل ده علشان احمي بنتي. فسكوت بيرد عليه وبيقول له وانا كمان بنتك تهمني ومستعد افديها بحياتي. واليسون بتكون سامعه الكلام ده وبتتاثر، وسكوت بيمشي من المكان علشان عنده ماتش، وبيكلم ديريك وبيقول له انه خد السلسله. فديريك بيقول له دور فيها شوف فيها حاجه غريبه او مكان سري، فبيقول له لا دي سلسله عاديه وبيقفل معاه. وبعدها بيروح المستشفى علشان يعرف مصدر الرسالة. أما جاكسون فبيروح لسكوت وبيفضل يرخم عليه وبيقول له إنه عايز يتحول. فسكوت بيرد عليه بيقول له لازم الألفا يعضك، فبيقول له خليه يعضني. فسكوت بيرد عليه بيقول له أنا أصلا بدور عليه ومش عارف ألاقيه، وبيفهمه إنه الموضوع مش سهل وإن في عيلة صيادين بيصطادوا المستذئبين واللي هم عيلة أليسون. وبعدها بنشوف ديريك قاعد بره المستشفى، وستايلز بيدخل يدور على عم ديريك، لكن بيكتشف ان هو مش موجود في الاوضه، فبيفهم ان هو الالفا، وفعلا بيظهر له وبيكون معاه المساعده بتاعته. وستايلز بيترعب، بس في اللحظه دي ديريك بيجي وبيقول له انت اللي قتلت لورا. فالالفا بيرد عليه وبيقول له فعلا بس ما كنتش في وعي. وطبعا ديريك بيهجم عليه وبيضربوا الاتنين في بعض، والاتنين بيكونوا اقوياء جدا ومحدش قادر على التاني. اما ادريان فالظابط بيفضل يحقق معاه علشان يعرف ايه اللي حصل زمان ساعه الحريق اللي حصل في بيت ديريك. فادريان بيحكي له انه زمان كان قاعد في بار وتعرف على واحده هناك، وكانت عايزه تعرف مكونات تعمل بيها حريق كبير، ووقتها هو قال لها على المكونات دي. فبيقول له وقتها كانت لابسه سلسله، فرسم له الرسمه اللي كانت عليها واللي طلعت نفس الرسمه اللي في سلسله اليسون. وفي الملعب بنشوف كيت وهي بتبص على العلامه اللي على رقبه جاكسون، وبتسال كريس وبتقول له هو ممكن الخدوش تحول حد؟ فبيقول لها ممكن لو الجرح عميق. فبتقول له طب بص على رقبه جاكسون كده، والاتنين بيبداوا يشكوا فيه ان هو المتحول. وسكوت بيكون واقف وبيسمع كل الكلام ده. وبعد كده بيبدا الماتش وفريق سكوت هو اللي بيكسب، والناس كلها بتفضل تهتف له، واليسون بتيجي وبتهنيه على الفوز. بس فجاه ابوها بيجي وبياخدها وبيمشي. بعدها كل الفريق بيدخل يغير هدومه وكلهم بيمشوا الا سكوت. وفي اللحظه دي النور بيقطع وبيظهر له ديريك، وبيعرف سكوت ان عمه بيتر هو الالفا، والالفا كمان بيظهر وبيكون باين ان هو وديريك متعاونين. فبيتر اللي هو الالفا بيقول له انا عايزك تساعدني. فسكوت بيقول له انا اساعدك ازاي؟ ده انت بتقتل الناس. فبيرد عليه بيتر بيقول له انا بقتل المذنبين بس، وساعدني وما تقلقش اليسون كويسه وانا مش هقتلها. فسكوت بيزعق لديريك وبيقول له انت ازاي تبقى معاه؟ مش ده اللي قتل اختك؟ فديريك بيرد بيقول له ما كانش في وعيه وهو عايز ينتقم لينا. وبيتر بيقول له ساعدني وانا هساعدك تتحكم في قوتك، وبيمسك ضوافر وبيغرزهم فيه علشان يوريه الحقيقه. وسكوت بيشوف كل اللي حصل زمان، وبيشوف الحريق والناس اللي ماتت واللي الالفا نفسه كان بينهم. اما اليسون فبتدور على سلسلتها في كل مكان ومش لاقياها، فبتنزل لعربيتها تدور عليها وبرضه ما بتلاقيهاش. بس وهي واقفه بتسمع عمتها وابوها وهما بيجهزوا الاسلحه، وعمتها بتقول لابوها علم اليسون الشغلانه بتاعتنا. فبيرد عليها وبيقول لها لا انا عايز احميها. ولما بيمشوا اليسون بتشوف الاسلحه اللي كانوا بيجهزوها، بس عمتها كانت حاسه انها شايفاها وسامعاها. بنروح لجاكسون اللي بيكون ماشي بعربيته، وفجأة بيظهر له كريس وبيبص على الجرح اللي في رقبته وبيقول له هو مين اللي عمل فيك كده؟ فجاكسون بيرد وبيقول له انا مش فاكر، اكيد كانت في خناقه. سكوت بيجي وبينقذ الموقف وبيقول له انه محتاج مساعده. فكريس بيشيل القطعه اللي كانت معطله العربيه وبيشغلها، وسكوت بينزل وبيتضايق من جاكسون وبيقول له هو فاكرك المتحول، انا كنت براقبك علشان احميك. فجاكسون بيرد بيقول له حولني وانا هعرف احمي نفسي بنفسي. بيقول له لا حياتك هتتدمر زيي ومش هتكون الشخص اللي انت عليه دلوقتي. اما اليسون فبتاخد ليديا صاحبتها وبتروح تجرب السهم اللي عند اهلها، وبتبدا تضربه على الشجره وبيطلع منه شراره. بس في الوقت ده بتسمع صوت ناحيتهم وبتشوف شخص فبتضربه وبتصعقه، وبيطلع الشخص ده سكوت، فبتجري عليه وكانت خايفه عليه جدا، بس هو بيكون بخير. فهي بتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ فبيقول لها السلسله بتاعتك لقيتها في المدرسه وجيت ارجعها لك. فبتفرح جدا وبيقعدوا مع بعض، وبتبدا تحكي له عن عيلتها وانهم بيكذبوا عليها وانها حاسه ان هم مخبيين عنها حاجه، وبتقول له هي مش فاهمه هم ليه عايزين ديريك. وبعدها امه بتدخل عليه وبتقول له انها اتعرفت على راجل وجاي النهارده يعزمها على العشاء، والمفاجاه انه بيطلع الشخص ده هو بيتر. فسكوت بيتضايق منه جدا وبيقول له هو انت هتاذي امي؟ فبيتر بيرد عليه وبيقول له ما تقلقش انا مش جاي اعمل لها حاجه، وبيقول له انا عايزك معايا انا وانت وديريك وهنبقى فريق جامد ومحدش هيقدر علينا. وبعدها بياخد امه وبيمشي من المكان. وبنروح لجاكسون وبنلاقيه بيتدرب، فديريك بيظهر له وبيقول له انت خايف؟ جاكسون بيقول له انا مش خايف من حاجه. فديريك بيقول له لا انت خايف، بس انا مش عايزك تقلق، انت هتبقى واحد مننا ومش هتضطر تخاف تاني. وبياخده وبيمشي من المكان. وفي اللحظه دي بتكون عمه اليسون شايفاهم. اما بيتر ومسكوت فبيكونوا ماشيين في طريقهم، لكن فجاه بيجي ستايلز وبيخبطهم بالعربيه وبيعطلهم، وكان بيتر هيتحول بس بيهدى. وبنعرف ان سكوت هو اللي كان مرتب كل ده علشان يطمن على امه ويمنعها تروح معاه. فبيتر بيكلمه بيقول له انا عارف انك سامعني، على فكره انت ذكي جدا والتصرف
التصرف ده تصرف ذكاء، وانا نفسي فعلا انك تبقى معايا. وبيجيب سيره جاكسون وبيقول له هو عكسك غبي ومش فاهم هو بيعمل ايه، وهو عارف حاجات كتير عننا. فسكوت بيفهم ان جاكسون في خطر فبيجري علشان يلحقه، وفي نفس الوقت ديريك بيكون واخده في بيته علشان يقتله، وجاكسون بيكون فاكر ان هو واخده علشان يحوله. فديريك بيبدا يطلع مخالبه، وجاكسون بيتوتر وبيكون مرعوب وبيترجاه وبيقول له انا مش هتكلم ومش هقول حاجه لحد، بس ارجوك سيبني. بس ديريك بيرد عليه وبيقول له انت عيل مؤذي ودايما بتاذي اللي حواليك، وعايز تعرف قد ايه انت مؤذي؟ مفيش حد جاي ينقذك دلوقتي علشان مفيش حد مهتم بيك اصلا. بس فجاه بيجي سكوت وبيقول له لا انا مهتم بيه، وبيهجم على ديريك. بس في اللحظه دي كريس بيبدا يضرب نار على البيت، وسكوت بيتصفى بيجري من المكان، وبعدها بيجري في الغابه لحد ما بيقع على الارض. وفي اللحظه دي بيجي حد وبيساعده، واللي بيكون هو الدكتور اللي بيشتغل معاه، وبيقدر انه يخرج الرصاصه من جسمه. اما كيت فبتاخد اليسون وبتقول لها انا هعرفك اسرار عيلتنا وهوريكي حاجه، وبتوريها ان هي خاطفه ديريك وربطاه وهو متحول، وبتقول لها اللي قدامك ده مستذئب وليه قائد، وفي مستذئب تاني زيه، وعيلتنا بتصطاد المستذئبين اللي زي دول. وبتبدا تعذب فيه وبتقول لها في متحول تاني ولازم نقبض عليه. فاليسون ما بتقدرش تتحمل وبتاخد عربيتها وبتمشي من المكان. اما سكوت فبنشوفه وقتها بيفوق، والدكتور بيجي ويهديه ويقول له انت لسه تعبان لازم ترتاح. بس بيجي عليهم بيتر وبيقول له دكتور انا جاي علشان اخد حاجه تخصني من هنا. فالدكتور بيقول له لا مفيش حاجه تخصك هنا. وبيتر حاول فعلا يدخل، بس بنكتشف ان الدكتور كان حاطط ماده كده بتمنع المستذئبين انهم يدخلوا. فبيمسك كرسي وبيرميه على الحاجز بس بيتكسر، وبيبان على الدكتور انه مش خايف منه وبيقول له امشي من هنا. وبيتر فعلا بيمشي بس بيقول في حد يقدر يساعدني، وسكوت بيسمعه وبيفهم انه بيتكلم عليه. بعد كده بيمشي من المكان وبيروح على بيته وبيدور على الموبايل بتاعه بس مش بيلاقيه، وبيقعد يتكلم على انهم خطفوا ديريك. فبيقول له ستايلز ما تقلقش هم اكيد مش هيعملوا له حاجه، هم عايزين بس الالفا واكيد ده طعم ليه. اما كيت فبنشوفها قاعده مع ديريك وبتحاول باي طريقه تعرف منه مين الالفا، بس هو مش بيرضى يقول لها اي حاجه. وسكوت بالليل بيراقب اليسون من بعيد وبيكون خايف عليها من الالفا. وتاني يوم بيروح المدرسه وبنكتشف ان في حفله النهارده، بس علشان هو ساقط في مادتين فمش هيقدر يروح. فبيروح لجاكسون وبيقول له روح انت مع اليسون الحفله علشان تقدر تحميها. بس جاكسون بيرد عليه وبيقول له بقول لك ايه ما تدخلنيش في المواضيع دي. لكن سكوت بيتعصب عليه وبيبدا يتحول قدامه وكمان بيهدده. فجاكسون بيتوتر وبيخاف وبيوافق على طول، وبيروح لاليسون وبيقول لها انه هيجي معاها الحفله. بعد كده اليسون بتروح المول علشان تشتري لبس للحفله، لكن في الوقت ده بيظهر لها الالفا وبيقول لها اللبس ده حلو. بس فجاه بتسمع صوت ان عربيتها اتخبطت، فبتجري وبتسيبه وبتنزل، وبتكتشف ان سكوت هو اللي عمل كده. وبيتر بيظهر له بيقول له مش انا قلت لك ان انت ذكي ودي تاني مره تغلبني فيها، بس مش كل مره هتكون موجود هنا علشان تنقذها. اما كيت فبنلاقيها لسه بترغي مع ديريك وبرضه علشان تعرف مين هو الالفا ومين المتحول التاني، بس هو رافض يقول لها اي حاجه. وهنا بنعرف المفاجاه ان كيت وديريك كان بينهم قصه حب زمان بس هي استغلته وخانته. وبعدها بنلاقي جاكسون بيروح مع اليسون الحفله، وهي بتفضل تساله بتقول له هو سكوت مش جاي؟ فبيرد عليها بيقول لها ده متعاقب مش هيجي. بس لما بتشوفه ماشي على السطح بتفرح جدا، وبيبداوا الحفله وسكوت بيكون بيراقبها من بعيد علشان يحميها. والمدرس بيزعق له انه جه بس هو بيتجاهله وبيمشي، وبيروح يرقص معاه وبيستمتعوا بوقتهم. اما جاكسون فبيخرج من المكان وبيشوف نور في الغابه، فبيفتكر ان ده الالفا فبيروح له علشان يعضه، بس بيطلع ان هو كريس وبيقول له بطريقه انا مش هعرف احولك بس انت تقدر تساعدني. وبياخده وبيدخله الحفله. وفي نفس اللحظه ليديا بتكون خرجت تدور على جاكسون، فبيظهر لها بيتر وبيبدا يتحول، بس ستايلز بيشوفهم وبيقول لها تهرب، لكن بيتر بيهجم عليها وبيعضها. فستايلز بيقول له سيبها، فبيتر بيقول له طب قول لي الاول هو بيتر فين؟ فستايلز بيقول له معرفش اليسون هي اللي خطفته. وبيتر بيقول له هو معاه تليفون سكوت تقدر تتبعه؟ وستايلز بيقول له ايوه، فبيقول له يبقى انت اللي هتعمل كده. اما سكوت واليسون فبيخرجوا من المدرسه، بس فجاه بيظهروا عربيتين وبيهجموا عليهم وبيكون فيهم كريس. ووقتها سكوت بينط وبيتحول لذئب قدام اليسون لاول مره، وهي بتتصدم جدا لما بتشوفه وما بتكونش مصدقه عينيها. وبعدها هو بيفضل يجري على المباني وبيهرب من المكان، وبنشوف سكوت وهو بيجري في الغابه. في الوقت ده جاكسون بيشوف ليديا وهي مصابه وخدها وكان عمال يجري بيها على المستشفى. وستايلز بيروح بعد كده مع بيتر وبيبقى متضايق جدا من اللي حصل. فبيتر بيقول له ما تقلقش لو عاشت هتتحول وهتبقى عندها قوه رهيبه، اما بقى لو ماتت فربنا يعوض عليك. وكريس وقتها بيكون متضايق من اخته علشان عرفت اليسون حياتهم، وبيقول لها انا كنت عايز اسيبها في امان، انت ايه اللي جابك هنا؟ فبتقول له الالفا عمال يقتل في الناس، وهو بيقول لها هو مش بيقتل بشكل عشوائي. وبيقول لها كمان ان الضابط ربط بين اللي ماتوا وبين الحريق القديم. فبتقول له يبقى الناس هيعرفوا الحقيقه ويعرفوا ان مش احنا اللي حرقنا البيت. فبيأمرها تاخد اليسون وتروح على بيت بعيد لحد ما الازمه دي تخلص، وفعلا بتاخدها وبيمشوا، وهي بتقول له مش هتعرف تمسك الالفا لوحدك من غيري. اما سكوت فبيكون قاعد في عربيته وعمال يفكر في اليسون، وهي كمان بتكون بتفكر فيه طول الوقت. وستايلز مع بيتر بيفتحوا اللاب وبيقدروا يتتبعوا مكان ديريك.
وستايلز بيقول لبيتر انا هساعدك بس ابعد عن سكوت، فبيرد عليه بيقول له لا انا محتاج مساعدته وانت هتضطر تساعدني علشان انا ما اذيهوش لانه طبعا صاحبك وانت خايف عليه. وبنشوف سكوت وهو واقف كده على قمه جبل وشايف القمر وعمال يتحول ويطلع صوت عالي جدا، وديريك بيسمع الصوت ده من بعيد. اما ستايلز فبيقول لبيتر ديريك دلوقتي في بيت أليسون تحت الارض، وأليسون بتروح تزور ليديا في المستشفى وحالتها بتكون صعبه جدا، وبترجع لعمتها، فعمتها بتقول لها شفتي هما بيعملوا ايه في الناس؟ حتى سكوت حبيبك هيعمل كده فيكي في يوم من الايام. وبنروح لستايلز وبنلاقي بيتر بيشكره وبيقول له على فكره انا مش شرير زي ما الناس متخيله، وبيقول له كمان انت ذكي وانا عاجبني تفكيرك، تحب اعضك واحولك زيي؟ فستايلز في الاول بيوافق لكن في اخر لحظه بيشد ايده، فبيتر بيقول له انت بتكذب على نفسك، انا سامع ضربات قلبك وعارف انك عايز القوه دي. اما سكوت فبيوصل بعد كده لبيت أليسون بس من البوابه اللي ورا، وستايلز بيروح للمستشفى علشان يطمن على ليديا، ووقتها بيلاقي ابوه هناك، فبيقول له وصلت لايه في قضيه الحريق؟ ابوه بيقول له انه كان في شاهد في القضيه وقال ان اللي حرق البيت ده بنت وكانت لابسه سلسله معينه. وسكوت بعد كده بيوصل لديريك وبيقول له هفكك بس تساعدنا، لازم ننقذ أليسون وعيلتها من بيتر. فديريك بيرد بيقول له انا عمري ما هضحي بحياتي علشان أليسون ولا عيلتها. فسكوت بيقول له بيتر ما قتلش اختك من غير وعي، وبيقول له ان هو اللي استدعاها علشان تساعده، وبعد كده راح سأل الدكتور على الغزاله اللي عليها نفس الرسمه وبيوريه الصوره. فديريك بيتعصب جدا وبيقول له خلاص انا هساعدك، وبيكسر الحديد وبيتحرك علشان ينتقم لاخته لانه كده اتاكد ان بيتر هو اللي قتلها وهو متعمد. اما ستايلز وجاكسون فبيخرجوا من المستشفى علشان يلحقوا سكوت، بس وقتها بيقابلهم كريس وبيسالهم سكوت فين، وبياخدهم على اوضه علشان يعذبهم ويعرف مكانه. وسكوت بيكمل مع ديريك وبيقول له اللي حصل مع اختك ده كان متخطط ليه، والدكتور قال ان المساعده بتاعت بيتر كانت بتدور على الغزاله، فلما عرف استدرج اختك وقتلها علشان يبقى هو الالفا. فديريك بيتاكد وبيقول له خلاص انا معاك. اما ستايلز فبيكمل كلامه مع كريس وبيساله وبيقول له هو انت مش عندك قوانين؟ فبيقول له طبعا في قوانين. فبيرد بيقول له طب واللي يخالفها؟ فكريس بيرد عليه بيقول له مفيش حد هنا بيخالفها. فبيقول له لا اختك خلفتها. وفي الوقت ده سكوت وديريك بيبقوا ماشيين في الغابه وفجاه بيتضرب عليهم سهام، والمفاجاه ان بتكون أليسون هي اللي بتضرب عليهم وعمتها كيت. وأليسون لما بتروح ناحيه سكوت فبيقول لها ان انا كنت عايز اقول لك الحقيقه من زمان، بس كيت عمتها بتيجي وبتضرب نار على ديريك وبتحاول تقتل سكوت، بس أليسون بتمنعها وبتقول لها ما تقتلهوش. فكيت بتزقها وبترفع المسدس على سكوت، لكن في اللحظه دي بيظهر كريس وبيزعق لها وبيقول لها ارمي المسدس، وبيقول لها انا عارف اللي انت عملتيه. فبترد عليه وبتقول له انا كنت بنفذ اللي اتطلب مني مش اكتر. فبيقول لها هو اللي اتطلب منك انك تحرقي بيت فيه عيله كامله وكمان فيه اطفال وكمان كلهم ما كانوش مستذئبين. ساعتها بترمي المسدس وبتسيبه، لكن في اللحظه دي بيسمعوا صوت الالفا فبيتجمعوا كلهم علشان يحموا نفسهم، لان الالفا المفروض ان هو قوي جدا ومش سهل، والالفا بيجري عليهم بسرعه رهيبه وبيفضل يضرب فيهم واحد واحد ومحدش بيكون شايفه من كتر سرعته، وبيمسك كيت وبيدخلها جوه البيت. وأليسون وقتها بتدخل وراه وبتلاقيه ماسك كيت ومثبت رقبتها بمخالبه، وبيقول لها لازم تعتذري على اللي عملتيه في عيلتي زمان، وهي بتعتذر انها حرقت البيت زمان، بس هو برضه بيموتها وبيروح علشان يخلص على أليسون، لكن سكوت بيجي وبيفضل يهاجمه بكل قوته، وأليسون بتهرب بره وبتشوف ابوها وقتها وبيكون فاقد الوعي. اما سكوت وديريك فبيفضلوا يتخانقوا مع بيتر وقوته كانت جباره ومسيطر عليهم. وفي اللحظه دي ستايلز بيجي وبيرمي عليه مولوتوف، بس بيتر بيمسكه بايده، فسكوت بيقول لأليسون اضربيه بالسهم، وفعلا بتضربه والسهم بينفجر في ايده. وجاكسون كمان بيوصل وبيرمي عليه مولوتوف، وجسم بيتر كله بيتحرق وبيفضل يتعذب وبيقع على الارض. وديريك بيروح له لما بيلاقيه لسه عايش وبيحاول يقتله، لكن سكوت بيقول له استنى احنا متفقين ان انا اللي اقتله علشان اتعالج. بس ديريك وقتها بيخلص عليه علشان ينتقم لاخته، وبيقول وقتها انا دلوقتي بقيت الالفا. وبيعدي اليوم ده، وتاني يوم جاكسون بيروح لديريك وبيقول له انا ساعدتك وانقذت حياتك وعايز اللي اتفقنا عليه. فديريك بيظهر له مخالبه وبيعضه علشان يحوله. اما سكوت وأليسون فبيرجعوا لبعض خلاص، وبيكونوا قاعدين فوق البيت وعمالين يبصوا للقمر في جو رومانسي. وبكده بيكون انتهى الموسم الاول، وان شاء الله لو عجبكم وعايزين نلخص باقي المواسم اكتبوا لنا تحت في التعليقات، وبتمنى يكون الملخص عجبك. سلام.